اليوم جيتكم بالطبق المميز، طبق الملوخية. أجمل طبق ممكن تذوقوه في حياتكم. الملوخية بالدجاج، يعني الدجاج داخل الملوخية، مش شوربة دجاج وعملنا بها ملوخية. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. طيب نبدأ الطريقة. على قدر أحط زيت، خلي الزيت لين يسخن. سخن الزيت، أنزل عليه بالبصل. البصل مفروم جاهز طبعا. أحرك البصل مع الزيت لين خلاص يبدأ اللون ياخد عليه ذهبي. حأنزل عليه بثوم، ثوم مفروم. هحرك مع بعض لين خلاص بديت اشم ريحة الثوم. بنزل عليه بالدجاج. الدجاج طبعا مقطع ومغسول جاهز. هقلب الدجاج مع البصل مع الثوم عشان الدجاج ياخد من الطعم بتاع الثوم، واضيف عليه ورق بتاع رورق والبهارات، فلفل احمر حلو، فلفل اسود، بهارات مشكلة، وملح. احرك الدجاج مع البهارات واقفل عليه 5 دقايق عشان يشربوا من بعض. كده تمام. انزل عليهم بموية، موية طبعا سخنة، واقفل عليهم لين تنجض. همشي على الملوخية. طبعا الملوخية عندي عبارة عن أوراق، فأنا بفرمها بمحضرة الطعام. أضيف جزء من الملوخية وأفرم، أفتح أحرك بالإسبونز، أضيف تاني جزء من الملوخية وأفرم لين أخلص كل الكمية اللي عندي. يمكن دي أسهل طريقة عشان تفرموا بيها الملوخية. شايفين النعمة كيف؟ كده تقريبا خلصت كل الكمية. هنا كان الدجاج خلاص استوى، وما شاء الله تبارك الله، والريحة تجنن. طيب أنزل على الدجاج بالملوخية. نزلت بالملوخية على الدجاج كده. أحاول أحرك بشويش يعني، فهمتوا؟ عشان الدجاج مستوي. طبعا هنا انا حسيت بها شويه القوام تقيل، فحضيف شويه مويه، لكن لو انتوا حابينها كده اوكي، حابين تخففون اكتر ضيفوا مويه، حابينها على اخف ضيفوا مويه زياده، يعني حاجه بترجع عليكم. نحنا صراحه نحبها في الوسط، لا تكون قوامها خفيف لا يكون قوامها ثقيل، فضفت شوي مويه. كده خلاص القوام ممتاز. هقفل عليها واخليها تنجض شوي. هنا نقدت ما شاء الله، وكان امورها طيبه. هغير محلها واحط بدلها المقلاة عشان اقدر اعمل الكشنة تحت الثوم. هحط ربع صباع زبدة واضيف له زيت. انزل على الزبدة والزيت بالثوم، احرك الثوم مع الزبدة.
هنا ما شاء الله الثوم خلاص بدأ ياخد لون، شميت ريحته طلعت الثوم. هأنزل عليه بفلفل أحمر حلو. هنزل أجيب القدر بتاع الملوخية وأضيف عليه الكشنة بتاعت الثوم. كده ما شاء الله تبارك الله يا بنات، خلصنا الملوخية بأسرع وقت ممكن، والطعم خرافي يجنن يا بنات، وبطريقة سريعة وبالعافية علينا وعليكم. ما تنسوا تعملوا لي مشاركة في القناة، فعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. شكرا.